السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. متابعتنا النهاردة خاصة بخبر منتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. متابعتنا النهاردة خاصة بخبر زواج ايلون ماسك من الروبوت كاتنيلا. عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل كبير جدا خلال الساعات الأخيرة صور بيظهر فيها الملياردير الأمريكي والمدير التنفيذي لتويتر إيلون ماسك وهو مع ريبوت اسمه كاتنيلا. الريبوت قام بتصنيعه بنفسه، وعدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا الصور دي وقالوا ان هو وقع في غرامها بعد ما صنعها. طبعا اللي قالوا ناشري البوست او الصور على مواقع التواصل، ولكن لم يتم تأكيد أي تقارير عالمية عن هذا الزواج حتى الآن، مجرد إشاعة. لكن طبعا الصور زي ما بنقول منتشرة بشكل كبير جدا جدا، والصور فيها إيحاءات معينة أو عاطفة معينة. ده اللي خلى ناشر الخبر يشيروا إن إيلون ماسك فكر إن هو يتزوج الروبوت كاتنيلا. لكن مين هي كاتنيلا؟ كاتنيلا أول روبوت قام بتصنيعها إيلون ماسك، وهي صممت خصيصا بتقنية الذكاء الاصطناعي بشخصية ومواصفات خاصة بالأنثى اللي بيحلم بيها إيلون ماسك. جميع الصفات اللي بيتمناها في شريكة حياته وضعها عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا الروبوت. طبعا السمات دي كلها على حد وصفه غير موجودة في أي شخص طبيعي، لأن طبعا مفيش أي طبيعي في جميع المواصفات بشكل مطلوب ومتكامل. كاتنيلا أو الروبوت كاتنيلا بتشتغل بالطاقة الشمسية من غير أي شحن، مزودة بوسائل حسية بتشعر بالحزن والسعادة وجميع المشاعر الإنسانية. عقليتها متزنة وغير تفاعلية. طبعا إيلون ماسك حط كمان في تقنية الذكاء الاصطناعي أو في الداتا اللي تم تدعيمها لهذا الروبوت إنها تشاركه في أي أزمة أو مشاعر بيمر بيها، أو إن هو يحتاجها إنها تكون جنبه، أو إن هو يحتاجها إنها تخفف عليه أي ضغوط نفسية. طبعا زي ما بنقول الخبر حتى الآن مجرد إشاعة. الصور المنتشرة أو ناشر الخبر هم اللي قالوا إن ممكن الموضوع يصل إن إيلون ماسك يعلن زواجه من الروبوت كاتنيلا. دي كانت متابعتنا النهاردة. متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مواقع الأخبار، وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوها هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.